أشوفك بتاكل إزاي أقول مين أنت. الكتب والجرايد والمجلات والمدارس ومحو الأمية بيقولوا اغسل إيدك قبل الأكل وبعده، لأن معدتك ما بتتحملش اللي بتتحمله إيدك من فيروسات. منظر الأكل وهو بيتعجن جوه بقك ده مش مشهد لكل الناس عشان يشوفوه، ده شيء خاص يفضل إنك تحتفظ بيه لنفسك عن طريق إنك تقفله وإنت بتاكل. وجع البطن ولا كب الطبيخ، لا مش صح. اغرف على قد حصتك وما تاكلش أكتر من احتياجك. عمر ما الأكل الزايد نفع حد، فوائده أقل بكتير من أضراره: عسر هضم، تعب للجسم، سمنة. الأكل في ساعات متأخرة قبل النوم ضار جدا، لأن الأكل ما بيتهضمش كويس بسرعة، بالذات وإحنا نايمين. الحموضة بتزيد وبتعمل مشاكل صحية. كل ما آخر أكلة تكون بساعات قبل النوم يكون أفضل. الأكل السمين طعمه حلو، وقاعدة كده: كل ما الأكل طعمه بقى أحلى كل ما كان ضرره أكتر. يقال إن الإنسان كان أصلا نباتي، ده احتمال كبير. الدكاترة بيقولوا إن الأكل الصحي هو الأكل اللي بنحصل عليه من الأرض. سؤال: لو حطينا الحلويات الشرقية على الأرض تبقى صحية؟ بمرور الوقت بنعرف احتياج معدتنا وأفراد الأسرة والبيت كله من الأكل. مفيش داعي نعمل أكل كتير ونحتاس بيه ونقعد نرميه في الزبالة وفي ناس جعانة حوالينا. سموم الأكل الثلاثة لونهم أبيض، هما السكر والملح والدقيق الأبيض. قول لشهيتك ونفسك امسكوا نفسكوا شوية، مش عايز أمرض. الكافيين اللي موجود في القهوة والكولا والشاي بالترتيب كده بيأثر على الجسم. كتر تناول الكافيين يسبب أساسا مشاكل في المعدة وأرق ومشاكل في القلب أحيانا. اشرب لكن ما تكترش. الشوكة والسكينة والمعلقة دول لمساعدتنا مش لمضايقتنا. ممكن تدخل كمية أكل أكبر بإيدك جوه بقك، لكن مين قال إن أسنانك ومعدتك مبسوطين من الكمية الزايدة دي؟ إيه رأيك بقى إن كل ما تمضغ أكتر كل ما جسمك بيرتاح؟ ده لأنه الأكل لازم يتكسر ولازم اللعاب يلحق يساعده عشان يتهضم.